السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول حلقات كورس افتتاح الصقلي تفريع الدراجون. مبدئيا الافتتاح ده أقوى وأعنف رد على الإي 4، لأن بكل بساطة ده تفريع هجومي ومليان تكتيك ومليان أفكار وتضحيات. بص من هنا لبكرة الصبح، مش زي بقى الافتتاحيات زي الكاروكان أو الفرنسي اللي بيقعدوا يدافعوا طول الماتش، لأن ده يعتبر زيه زي الأبيض بالظبط. الاتنين سواء الابيض او الاسود يعتبر الاتنين بيهاجموا، يعني الابيض هتهاجم انا كمان هاجم زيك، مش اللي هو دافع، لا انا كمان هاجم زيك. يعني بيكون في هجوم مضاد من طرفين. ده كمان البون استراكشر بتاع الاسود بيبقى قوي جدا، يعني مثلا عنده في اي وقت ممكن يلعب اي 5، ممكن يلعب اي 6، ممكن يلعب دي 5. بيكون عنده مرونة جدا، وده بيخلي التفريع ان هو دايناميك، يعني استراتيجي ماشي، تكتيك ماشي، كل حاجة ماشي. من التفريعات القوية جدا جدا جدا. تعال نشوف الدفاع الصقلي تفريع الدراجون بيبتدي ازاي. اول نقلة الابيض بيلعب بي 4، هنا الاسود بيكمل بي سي 5. هنا الابيض بيلعب نايت اف 3، نقلة قوية جدا واكتر نقلة بتتلعب واكتر نقلة مفضلة عند الابيض. طبعا ده مش المين لاين، في نقلات تانية زي مثلا زي النايت سي 3، ده اللي هو الانتي سيسيليان. في تفريعات تانية زي الاي 3، في الوينج جامبت، في البيشوب في السي 4. في تفريعات كتير قوي، بس في الكورس بتاعنا هنتكلم عن تفريع الدراجون. فين الابيض بيلعب نايت اف 3، بكل بساطه بنكمل بلي 6. الابيض بيلعب دي 4 بيضرب السنتر زي ما احنا كده شفنا في الكورس اللي فات بتاع المبادئ الاساسيه بتاعه الافتتاح. بيبدا اكب الحصان، بكل بساطه طلعنا بالحصان في الاف 6 نايس 3. وهنا بنكمل بجي 6، ودي اكتر نقله مميزه في تفريع الدراجون. بيشوب اس 3 نقله فوق ممتازه. وهنا الاسود بيلعب بيشوب جي 7 اف 3. وهنا الاسود بكل بساطه بيبيت. وهنا الابيض بيلعب كوين دي 2. طبعا لو على طول لعب الوزير وما لعبش اف 3، فهنا الاسود عنده نقله قويه جدا، نايت في الجي 4 عايز الفيل. لو جيت هنا طبعا فطبعا تخسر قطعه، لان بيلعب بكل بساطه اي 5 عايز فورك قطعه من اتنين. ولو مثلا اجى هنا فبيزوع على الفيل، بيمشي بيزوع على الفيل وباخد مساحة كبيرة جدا في جناح الملك. عشان هنا بكل بساطة بيلعب الأول F3، منع فكرة الحصان. وبعد التبييت بكل بساطة بيلعب كوين دي 2، وده المعروف بهجوم اليوغوسلافي. تعال نشوف خطة الأبيض وخطة الأسود. طيب تعال نبتدي بالأبيض. الأبيض ايه خطته؟ دلوقتي الأبيض بيجهز للتبييت الطويل، وبعد التبييت الطويل يبتدي يشكل اللي هو عاصفة البيادق اللي هو بون ستورم، ان هو يزوق البيادق بتاعت جناح الملك عشان يعمل هجوم على جناح الملك عند الاسود. بالاضافه ان هو عايز يكسر الفيل الاسود اللي في الجي 7 ده. هتقول لي معلش هو عايز يكسر الفيل ده ليه؟ لسببين. السبب الاول ان الفيل ده اساسا قوي جدا وبشكل خطوره جدا على جناح الوزير عند الابيض، يعني الابيض لما بيت هناك الفيل ده هيبقى قوي جدا. طيب ايه الحاجه التانية؟ الحاجه التانية ان الفيل ده بيدافع. هتقول لي بيدافع ازاي؟ شايف انت مربعين اف 6 واتش 6؟ هتقول له شايفهم. هنا الفيل بيدافع عن الاضعافات دي، فبكل بساطه الفيل ده لو ما عادش موجود يبقى ساعتها المربعات ديت هتبقى ضعيفه. فبكل بساطه مع صفه البيادق مع الرخ مع الوزير، وبعد كده يجيبوا رخ هنا، ساعتها هنا هجوم الابيض محدش يقدر يوقفه. فعشان كده الابيض بكل بساطه بيسعى ان هو يكسر الفيلين دول. ده كده بالنسبه لخطه الابيض. بالنسبه لخطه الاسود ان هو هنا بيبتدي برضه يعمل هجوم مضاد عليه، يعني مثلا بيطلع بالنايت في سي 6. وبعد مثلا لو بقيت ممكن يلعب هنا الدي 5، بيفتح السنتر. او مثلا ممكن يكمل بالبيشوب كده روك على عمود السي، وبعد كده نايت في الاي 5، ويبتدي يشكل خطوره جامده جدا على الابيض. وده ان شاء الله هنشوفه في الفيديوهات الجايه باذن الله. بس الاول نخلص مقدمه. ده كده تفريع من ضمن التفريعات بتاعه الدراجون. هتقولي في تفريعات تانية؟ في تفريعات تانية. يعني مثلا ارجع كده، بدل البيشوب هنا مثلا ممكن يطلع هنا البيشوب اي 2، وبيجهز بعد كده التبيت القصير، وده معروف بالتفريع الكلاسيك. ده برضو هنشوفه ان شاء الله. في طبعا في تفريعات جانبيه زي مثلا زي الاف 4، نفس الكلام ان شاء الله هنشوفه الكورس. يعني ان شاء الله الكورس ده هيكون
يعني يعتبر لاميلك فيه كل حاجة، ان انت ما تتفاجئش باي نقلة ممكن تلعب قصادك. دي مقدمة سريعة عن الدفاع الصقلي. التفريع ده مليان افكار وتكتيكات، مثلا زي تضحية مثلا المشهورة بتاعت رخ، ان الرخ بيجي هنا في السي 8 وبعد كده يروح في الحصان اللي في سي 3. تضحية قوية جدا، ان شاء الله نشوفها في الفيديوهات الجاية. بس الصراحة ما حبيتش احرق الافكار دي في مقدمة. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف الهجوم اليوغوسلافي. طيب ايه المطلوب منك؟ اول حاجة لازم تكون عارف المبادئ الاساسية، فانت لو ما شفتهاش لازم تشوف الكورس اللي فات، لان هيفيدك جدا جدا. تاني حاجة لازم تحل تكتيك يوميا، على الاقل 50 موقف يوميا، لان الترفيع ده مليان تكتيك، مواقف صعبة جدا، فلازم تكون لعيب جدا في التكتيك. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. الف شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.